السلام عليكم وأهلا بكم. في مدينة المنصورة وتحديدا سنة 1882 اتولد أحد أشهر الدكاترة في مجال النساء والتوليد، وهو الدكتور نجيب محفوظ. حالته كانت صعبة جدا جدا، وبعد الولادة ما كانش قادر ياخد نفسه. اتدخلت العناية الإلهية في اللحظات الأخيرة وفاق الطفل وقدر يصرخ أخيرا بعد صراع طويل مع الموت ومحاولات الدكاترة إنهم يفوقوه. المهم الدكتور نجيب كان طبيب تخدير وعاصر حالة انفصال جسد طفل عن رأسه في ولادة متعسرة، وقرر انه يحول مساره من طبيب تخدير لدكتور توليد عشان يحاول ينقذ الأطفال منعا لتكرار التجربة، وده بعد ما تعقد من المشهد. من عجائب القدر ان الدكتور نجيب محفوظ انقذ الكاتب الكبير نجيب محفوظ، واللي اتسمى على اسمه مركب يعني، تيمنا بإنقاذه من حالة اختناق شديدة بعد الولادة. حاول الدكتور نجيب انه يغير في اسلوب التوليد في مصر ويخليه على ايد الدكاترة فقط ويلغي الدايات، لكن نمط العادات والتقاليد في البلد ما ساعدوش، فقرر انه يدرب الدايات على التوليد بشكل صحيح. ولكن في ظل كل اللي بيحصل ده كان الدكتور نجيب مخبي جثث الأطفال اللي ما اكتملتش وسقط الولادة عشان يبدأ بيهم قصة غريبة جدا جدا في مصر. ايه اللي حصل وايه اللي تم وازاي قدر دكتور نجيب يعمل كده وايه الهدف من ورا ده؟ قصة خطيرة جدا حصلت، هنكشف تفاصيلها بعد الفاصل. انا محمد فرج وانتوا دلوقتي مشرفيني في حياة زمان. اهلا بيكم مرة تانية. في البداية هنسأل ونقول امتى بدأ الدكتور نجيب محفوظ في الاحتفاظ بالأجنة؟ في سنة 1905 قرر الدكتور نجيب يفتتح قسم النساء في القصر العيني، وفي الثلاثينات قرر الاحتفاظ بكل الأجنة المشوهة اللي اتولدت على ايده وايد كل الأطباء المعاصرين واللي ما كانش ليها نصيب في الحياة، وقرر انه يجمعها في مبنى القصر العيني، مش عشان يدرس ويدرس للطلاب عليها بس، لا، عشان تكون مرجع إرشادي لكل دول العالم عشان ما تتكررش نفس الأخطاء اللي حصلت. وده بعد ما جاب أوعية زجاجية مخصوصة من فرنسا من حر ماله كل ده، وحط جواها تركيبة كيميائية كان بيركبها بنفسه عشان يحافظ على الجثة بوضعها وهيئتها بدون تغير لأطول فترة ممكنة. امتى تم افتتاح المتحف وهل في جثث الأجنة فقط؟ تم افتتاح المتحف في 1932 في القصر العيني الفرنساوي، وتم وضع العينات فيه. وفي الخمسينات انتقل قسم أمراض النساء بالكامل لمبنى مستشفى القصر العيني القديم. كمان في الأواني مواد الحفظ الموضوعة بداخلها الأجنة والأدوات الطبية اللي كانت بتستخدم في عمليات الولادة زي أقنعة التخدير القديمة والخيوط والإبر ومنظار للمثانة، والحالات اللي كانت بتحتاج كرسي الولادة، والوصفات كمان اللي كان دكتور نجيب بيكتبها للمرضى، والحالات المستعصية وشرح كامل ليها وأسباب وصفه للدواء ده تحديدا في الحالات الخطيرة وحالات ارتفاع ضغط دم الأمهات وإزاي كان بيتم التعامل معها. داخل المتحف ركن تعريف كبير بالطالب والدكتور نجيب محفوظ، بالإضافة لمؤلفاته اللي نشرت في المجلات العلمية ودروع الجوائز اللي حصل عليها، والمقدمة سنويا من قسم أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، والجوائز السنوية التانية اللي حاولت إدارة المتحف الحفاظ عليها، ومنها جايزة الملك فاروق للعلوم الطبية وجايزة كمال عبد الناصر وهي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، بجانب جوائز الدولة التقديرية في العلوم. كمان صوره مع الطلاب وأسرته وأحفاده وتاريخ نشأته والقصة الدرامية لولادته، ومعها كمان بطاقة تعريف لتاريخ الولادة والوفاة. الوصف التفصيلي الدقيق للأجنة الغريبة اللي موجودة. الأجنة اللي جمعها الدكتور نجيب كانت حوالي 3000 عينة بعد 4 سنين. جمع أكبر عدد من الأجنة اللي عندهم تشوهات والأرحام اللي تم استئصالها عشان يشرح عليها للطلاب. متحف الأجنة المشوه عمره دلوقتي 100 سنة تقريبا، وبيعتبر مرجع علمي مهم لكل أنحاء العالم، وبتظهر فيه حالات للتوأم الملتصق ومنها حالات
انفصلت فيها الراس عن الجسد أثناء الولادة، وحالات بوجه مزدوج، وحالات تانية اللسان فيها خارج الفم عند الدقن، وحالات نص الجمجمة طاير، وتانية فيها عين واحدة في المنتصف، وأخرى بأوجه شاحبة وأوجه منفوخة جدا، وحالات عينيها جحظة جدا وخارجة بره، وحالات مثلثة الرأس وغير مكتملة الأعضاء، وتانية الأعضاء خارج الجسد بالكامل في منظر مهيب. إيه اللي مكتوب على الأجنة؟ كل عينة مكتوب عليها الاسم وتاريخ الميلاد وقصة وظروف الولادة والسبب اللي خلى الجنين يتشوه، سواء عيب في التكوين أو خطأ أثناء التوليد. وبعد إعادة افتتاح المتحف في 2017 بعد تطويره ونقله من خلال أسرته، تم إعادة تنظيم الأوعية والزجاج بالكامل، وكتابة عليه QR كود من أجل توضيح تاريخ الحالة بالكامل، في محاولة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في معرفة وصف الحالة، تسهيلا على زوار المتحف من الأطباء المتخصصين والدارسين. المتحف دلوقتي بيعرض 400 جنين مشوه، بخلاف حوالي 3000 قطعة أخرى من الأجنة المشوهة في المخازن. إيه العمليات الأخطر اللي قام بها الدكتور نجيب محفوظ، وإيه أغرب العينات في المتحف؟ قدر الدكتور نجيب إنه يعمل أول عملية تصحيح في التاريخ الحديث لشخص كان بيعتقد إنه ذكر، ولكنه في الحقيقة كان أنثى، وكانت الأعضاء التناسلية داخل جسمه بسبب خطأ. والدكتور نجيب بفراسته غامر وقدر إنه يخرج الأعضاء الأنثوية للخارج بعد استئصال عضو الذكورة، واستخراج العضو الأنثوي للخارج بعد استعداله بالكامل، ليجري أول عملية تحول جيني في التاريخ. وحالة تانية لسيدة متزوجة لكنها في الأصل ذكر، ليتم إجراء عملية التحول بعد معرفة ميولها كأنثى ورغبتها في استكمال حياتها كواحدة ست. عينة ثالثة لطفل حديث الولادة مشوه ليه عينين متجهان لأعلى ليتم استعلاله. الرابعة لولد جميل جدا ولكنه احتفظ ببراءته رغم التفاف الحبل السري حوالين رقبته وتعرضه للاختناق. الخامسة كانت لطفل اتولد ورجليه ملتصقة ببعض زي شكل حورية البحر. الكل مازال بيتعجب ويسأل سؤال مهم، ومن اللي بيسأل أشخاص وأطباء ومتخصصين وأوساط علمية كمان، إزاي الدكتور نجيب قدر يقنع الآباء والأمهات إنهم يسيبوا ولادهم في المتحف من غير دفن؟ هل حصل على الجثة من غير ما يحصل على إذن، وده لاستكمال أغراضه العلمية، خصوصا إنه تواجد في وقت كان العرف فيه بيمنع عرض الست أصلا على دكتور نساء وتوليد من الأساس؟ هيفضل الأمر لغز كبير، خصوصا إن دكتور نجيب لم يتطرق له من قريب أو بعيد للمقربين أو الزملاء من الدكاترة. رأيك إيه في الموضوع؟ هل فعلا دكتور نجيب حصل على الأجنة بشكل شرعي ولا غير شرعي؟ ما تنساش تقول لنا في التعليقات رأيك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش بالدعم بلايك وشير. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك حياة زمان، ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب. السلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.